الايفنت لطيف جدا وكان ممتع وكذا حاجه ورا بعض، يعني كان مش ممل مش ثقيل، فكنا مستمتعين يعني وقت الايفنت. بس ميرسي. حلوة قوي، انا اتبسطت واستفدت بحاجات ممكن ما كنتش باخد بالي منها، اخطاء كده شائعة. يوم مبهج وحلو لطيف. جميل كويس. اتكلم استفدتي ايه النهارده؟ يعني هو انا كان عندي اصلا نص اللغه خربانه، فشويه ابتديت ان انا اركز ان انا انطق كويس. بس انت طلعتي عرضتي على الستيج اتكلمتي؟ قلت اللي هي بتاعت كوبري القبه دي. بس كويس جدا واستفدت منه كتير. قولي لي استفدتي ايه النهارده؟ حاجات كتيرة في الكلام احنا بنغلطها في الكتابة. ايه رايك فيه؟ الايفنت حلو جدا، احلى حاجه فيه ان هو الحروف بتاعت البنات البايظه خالص دي والنحو ما عرفتش ما لحقتوش من الاول للاسف، لاني مشكلتي في العربي كانت دراستي حاجات اجنبيه يعني، فالعربي ولا بكتبه ولا بقراه. كانت حلوه جدا واتبسطت، وكان موضوع شيق جدا واستفدنا منه جدا، ويعني حمسنا لحاجات اصلا نعملها يعني جايه. بصراحة كان يوم مختلف استفدت منه حلو قوي، كمان كان يوم قعدنا نهزر فيه ونضحك فيه ما كانش جدي قوي. بس انت عرضتي على الستيج اتكلمتي؟ كذا مرة. ايه اللي عرضتيه؟ طلعنا عرضنا جملة كده كانت أخطاء شائعة اللي بيقولها أي مذيع عامة، وكانت أسئلة فجاوبنا عليها بس. الورك شوب كان كويس جدا، انا استمتعت يعني. انا بصراحه ما كنتش متوقع ان الموضوع هيبقى في كده، الموضوع بسيط جدا، في حركه، فده شيء مختلف يعني، كسر الروتين، الناس بدات تتحرك بتتكلم، محدش فعلا مكسوف، دي حاجه كويسه جدا جدا. انت عرضت على الستيج؟ للاسف انا ما طلعتش على الستيج للاسف. بتدرس اعلام؟ لا انا اصلا خريج كليه هندسه، كنت شغال مذيع في راديو عاجل، لكن الفتره دي يمكن بعيد شويه عشان موضوع الجيش والحاجات دي، بس يعني انا بحاول ارجع. شكرا. احلى حاجه النهارده جزء فن، لو انت ما بتشرحش ماتيريال داش، لا بتشرحها كده في جزء حط سم في العسل بس. انت عرضت على الستيج؟ عرضت على الستيج. ايه رايك في الايفنت بشكل عام؟ الايفنت بشكل عام تحفه جدا، بقول لك زي ما انت زي ما قلت لك قبل كده، ان انت بتحط السم في العسل، مش لازم تقول ماتيريال تقيله وهنا ان وانا مش عارفه ايه، لا انت بتخلي الناس تعمل حاجه بضحك وبهزار تعلموا منها. الورك شوب كان تحفه جدا على فكره، خاصه في فقره النحو دي. يعني انا طول عمري بكره النحو، عمري ما كنت متوقعه ان انا لما اقعد واسمع حاجات نحو كده احبها. يعني احنا حتى قلنا احنا ممكن الاستاذه تدينا دروس، يعني تبقى شاطره قوي في المدرسه.